السلام عليكم اعزائي المشاهدين. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشجعونا بلايك والاشتراك في القناه. وغادي نشوفوا في هذا الفيديو محطه تحليه مياه البحر لمدينه الناظور. أعلن نزار بركة وزير الماء والتجهيز عن قرب إطلاق طلبات عروض لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بإقليم الناظور في المنطقة الفاصلة بين إقليم الناظور والدريوش بسعة كتناهز 250 مليون متر مكعب في السنة، وأشار إلى أنه غادي يتم دراستها في الوقت الحالي. وأكد أن الحكومة كترغب باستقطاب مستثمرين في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة بغرض تقليل التكلفة وبيع الماء بأقل ثمن للمواطن. وأكد بركة أيضا خلال لقاء ضمن فعاليات شرقيات المخلدة لذكرى مرور 20 سنة على الخطاب اللي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة وجدة أن هذه المحطة غادي تمكن من تأمين إمدادات مياه الشرب للمدن في المنطقة الساحلية للجهة الشرقية وري المناطق الفلاحية المجاورة. وقال أيضا أن هذه المحطة غادي تمكن أيضا من المساهمة في خفض الضغط الحاصل في الوقت الحالي على مخزون مياه سدود الجهة والاقتصاد فيها، لافتا إلى أنه غادي يتم توجيهها إلى العالم القروي والسقي الفلاحي. وهذا المشروع غادي يكون له واقع إيجابي على عدة مستويات، أبرزها خلق فرص الشغل وتأمين حاجية المواطنين والمواطنات من المادة الحيوية. والجهود اللي كيبذلها المغرب لتأمين الحاجية المتزايدة من مياه الشرب والري وحماية الناس والممتلكات ديالهم من الفيضانات، أهمها بناء سدود كبيرة بالمنطقة الشرقية، وهي سد تارغا بقرسيف، وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش، وسد محمد الخامس بإقليم توريد، وسد خانك القرو بإقليم فيقيق، من بين 24 سد كبير مبرمج تم البناء ديال 9 منها بين عامي 2003 و 2023. وتحدث الوزير بركة عن بناء 3 سدود صغيرة في إطار 22 سد مبرمج تشيد منه 6 السدود ما بين سنة 2003 و 2023، إلى جانب آلاف الآبار لتعبئة المياه الجوفية، وعمل على تطوير الوديان من الوقاية من فيضانات المدن والمراكز بالمنطقة الشرقية، وأيضا تأهيل البنية التحتية لمياه الشرب بالمنطقة الحضرية والريفية، ثم البنية التحتية المائية والزراعية، مما غادي يجعل المنطقة من أهم مناطق المغرب من حيث الإنتاج الفلاحي. ومحطة تحلية مياه البحر بالناظور غادي تساهم في دينامية التنمية المستدامة بالجهة الشرقية، بكون أن هذه المحطة كتضم جزء كبير خاص بالماء الشروب وآخر بالمياه الموجهة للمجال الفلاحي بالنظر للأهمية ديال الري وسقي المساحات الزراعية. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.